بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو ملخص لجولة الدوري الانجليزي كله، عشان بصراحة الماما افريقيا واخدة وقتنا بصراحة وعجبانا، بس الدوري الانجليزي برضه. ودام قلنا دوري انجليزي يعني هتشوف اثارة متعة، وهتشوف شلل، وهتشوف زلاخة ورخامة وغتاتة، والفرقة اللي انت بتشجعها هتلاقيها مكفراك وبص مطلعاك عن شعورك حرفيا. نبدأ كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ليفربول اتعادلت 0-0، مانشستر سيتي اتعادلت 0-0، تشيلسي اتعادلت 2-2، ومانشستر يونايتد اتعادلت 1-1. مين بقى اشطر اخواته؟ ارسنال. الله ينور عليك. ارسنال مسكت لك يا معلم استون فيلا في الامارات 4-1. اطلع بره يا كلب، اطلع بره يا اونيا امري يا كلب. حرفيا المعامله كانت كده من ارسنال. ارسنال عملت حته ماتش على استون فيلا يا معلم. يلا يلا، يلا يلا، ارجع على الفيلا بارك بتاعك. ما اشوفكش بتقول ان انت منافس تاني، ما اشوفكش بتقول ان انت منافس تاني. السيتي اتعادلت لك 0-0، تحسها قالت تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول. عيب، عيب يا رجاله انتوا تتعادلوا وانا اكسب. عيب والله مش اصول. طب ارسنال مش اصيله، انا يا عم اصيل يا عم، وهتعادل معاكم حبيبي يا عم الاقرع، حبيبي والله العظيم. وعلى سيرة الأقرع بقى، مستر جوارديولا الراجل عمل لك حركة مع بتوع الفانتزي الماتش اللي فات، بص خرجتهم عن الملة كلها. الراجل جاب لك أوريلي الليفت باك بتاعه، قام جالك على الدقيقة 59 كده قام مطلعه. فجه بعد في المؤتمر الصحفي، انت طلعت الراجل ليه؟ والراجل كان اداؤه حلو بتاعه، وانت متضايق منه ولا حاجه؟ الراجل قال لا الحقيقه انا مش متضايق منه ولا حاجه، اوريلي لعيب كويس. طب ليه يا معلم طلعته؟ لا والله انا مطلعه عشان برازي في لعيبه الفانتزي، عشان ما ياخدش ايه نقط الكلين شيت وبتاع، وياخد له نقطه ويطلعوا ايه بي صفر فانتزي. حرفيا لعيبه الفانتزي كلها كانت بص اللي هو يا عم ارحمنا يا عم ارحمنا، هو انت جامد في الدوري ومش هتقنا؟ ويوم ما كابتنتك لعيبتك تبقى متفق معاهم تقريبا فبتخليهم ما يعملوش حاجه، وتيجي كمان تطلع لنا الليفت باك اللي حيلتنا، اللي هو احسن ليفت باك في الدوري او تاني احسن ليفت باك في الدوري، تدينا علينا. انت ليه يا عم وحش قوي كده معانا؟ بس لو هنيجي نبدا بقى نتكلم بقى عن الماتشات وعن الفرق وكده، فاول فريق لازم نتكلم عنه هو الناجح حرفيا، الفريق الناجح، الفريق المجتهد الشاطر، ارسنال. ارسنال السنه دي سيبك من اللي هي عملته في الماتش، ومن ضغط عالي، من كانت ماسحه استون فيلا وعامله عليهم ماتش، ان احنا كنا عاملين حلقه قبل كده، وتروسر ده حط جون حلو، وخصوص حط جون، والناس ماسكه الدنيا وعاملين فورمه وعاملين ماتش حلو قوي عليهم. بس ارسنال يا جماعه دلوقتي هي المرشح الاول للدوري، احسن فريق في الدوري حاليا، ومن احسن الفرق في اوروبا. عندك مثلا بايرن ميونخ تدوس معاها، مع انها لعبت بايرن ميونخ وكسبت بايرن ميونخ. باريس سان جيرمان تند معاها، انما ارسنال منظومه متكامله دفاعيا، نص ملعب، هجوميا، معاهم عناصر روعه، عناصر روعه. شفت انت صليبه وجابريال لما بيبقوا مع بعض والناس بتلعب مع بعض الفريق، انت شفت بيبقوا عاملين ازاي؟ واكلين ليك الملعب كله، محدش هيقدر يعدي من خط الدفاع بتاعنا طول ما احنا موجودين. عندك انكابي راجل صفقه جديده، راجل عامل اداء. موسكيرا لما بينزل يلعب الراجل بيعمل لك اداء، شغل عالي قوي، شغل عالي قوي بجد. وارتيتا كمان تحسه ايه، حته الخوف اللي كانت بتبقى دي في كل مره دي اتزاحت شويه، تحسه بقى راجل جريء اكتر. عنده رايس، عنده زوباميندي عامل موسم روعه، روعه اقسم بالله. ميكيل ميرينو يلعب يد مهاجم ادوس، يلعب في نص الملعب وخليك كده انت لعيب العنتاب اللي تدخل تضرب وبتاع وتكسر، ادوس يا معلم. إيه العب في الدفاع، ده لو قلت له العب في الدفاع هيدوس كمان. ارسنال 10 على 10 وعامله موسم لحد دلوقتي 10 على 10، برغم ان هم ما عندهمش يعتبر جناح شمال حقيقي. تروسارد شويه وشويه، مارتينيلي زي الزفت. عندك ايزي بيلعب الراجل حلو، بس الراجل حلاوته في مركز 10. اوديجارد رجع ومسك مستواه. جو كيريز مش احسن حاجه، بس اللي بيلعب بيأدي مكانه. فارسنال هي المرشح الاول، ولازم تكسب فعلا الدوري ده، هم يستاهلوه. ندخل بقى على تاني فريق معانا، هو ليفربول. مستر سلوت، اي فلاح هولندا يقرا، يا فلاح هولندا يا جزيليخ يا جيليخ يا بارد. اظن دلوقتي كله عرف العيب في مين بجد. الرساله لازم تكون واضحه وخلاص، اداره ليفربول تفهم ان العيب في الراجل ده، العيب في الاقرع ده. بصوا اهو اقرع اهو، هو العيب والله في الاقرع دي، العيب فيه ده. العيب بقى في محمد صلاح ولا في لعيبه ولا في اي حاجه. الاداره لازم تفهم كده بقى. خلصان اديك شفت مع ليدز يونايتد على ملعبك في ملعب الانفيلد، ملعب الانفيلد مش عارف تجيب في ليدز يونايتد جون. بس العيب مش عليه، العيب علينا احنا، ان احنا اتعشمنا وقلنا ان الراجل كسب 4 ماتشات، كسبان لي وولفرهامبتون 2-1 بالعافيه. احنا بقى صدقنا قلنا ده احنا بقى نكسب ماتش خامس ونركب الدوري وندوس وبتاع. عندك تشيلسي اتعادلت ومانشستر يونايتد اتعادلت، انت كمان اتعادل. ليه يا معلم؟ ليه؟ قراراتك غلط وخططك غلط. المشكله مش في اللعيب، المشكله مش في اللعيب، اللعيبه تمام. اللعيب واحد بس اللي عندي عليه تعقب، وهو فلاح هولندا اللي شبهك التاني برضو، شبهك كده بطاطسايه شبهك كده، جاكبو. جاكبو فلاح هو كمان زيك، مستواه زفت، مستواه يأهله يلعب في لعيب منتصف جدول.
لعيب اخر دوري، يعني ده يروح لك وولفرهامبتون يبقى اسطوره وولفرهامبتون، ده يروح لك ليدز يونايتد يبقى اسطوره معاهم. انما مع فريق بينافس ده مش مستواه. والراجل من قبل حتى ما انت كنت تبيع نونيز واللعيبه دي كلها ولويس دياز، هو الراجل كان دايما يا اما يلعب لك اساسي 60 55 دقيقه يلعب لك حلو، يا اما راجل ينزل لك دكه يعمل لك فرق. انما جاكبو مش اللعيب اللي انت تعتمد عليه اساسي. اديك شفت اديك شفت الدنيا ماشيه ازاي. عندك ريو نجومها واحد من احسن المواهب في الدوري الانجليزي كله، وانقذك في ماتش نيوكاسل، والراجل بينزل بيعمل فرق ولعيب فوضوي. وعندك كيزا، ما بتلعبش بحد منهم ليه؟ هو انت كيزا ده في شرط جزائي مثلا ان هو لو لعب عدد مباريات معينه هتدفعوا فلوس فمش عايزين تلعبوه؟ ما هو انت حتى لو تدفع فلوس ما تدفع يا عم، انتوا معاكم فلوس، انت صارف 250 مليون في الميركاتو يا جدعان. في ايه يا جدعان بجد؟ 0-0 مع ليدز يونايتد ليه؟ انت كنت خلاص تقدر بعد الماتش ده تخلص بقى الفرق مع استون فيلا بعد ما خسرت من ارسنال، وتبقى انت بقى داخل في المنافسه. خلاص كانت تشيلسي ومانشستر يونايتد بعدوا شويه عنك، تخش بقى معاهم في التوب فور تزاحي. انما انت جيت زنقت نفسك. واديك شفت عليك محمد صلاح، ادي محمد صلاح الحمد لله طالع لك من افريقيا من غير خساره، والراجل جايب جولين في ماتشين، والراجل مساهم وبيلعب لك معلش يعني مع لعيبه كسر الزيزو ومش عارف محمود شحاته ومحمود صابر، ده شويه لعيبه ايه على الله. الراجل قائد ومجمع لك الفرقه مع بعض ومخليك نفسيتهم تمام، وبيلعب وبيجهز لماتش بنين، وانت بتتعادل مع ليدز يونايتد. اداره ليفربول تفكر بقى مع نفسها وتشوف المشكله في مين. وعلى ذكر بقى المشاكل، فمشاكل تشيلسي اكبر من التعادل مع بورنموث 2-2. يعني المشكله بالنسبه لهم في ان ماريسكا اللي هو اصلا موقفهم على رجليهم، القرعه الثالث هو كمان برضه ثالث قرعه معانا. ما هو في جاكبو برضه بالنسبه لي قرع شويه، يعني هو ايه عاملها باسكت كده بس ايه بطاطسايه. وعندك ارني سلوت وعندك ماريسكا، والله قرع الرابع هنجيله كمان شويه. عندك يا معلم تشيلسي ماريسكا بعد ما الراجل خدهم من الهوا، بعد ما كانوا بيخلصوا مركز سادس وسابع بيلعب في، الراجل خدهم كسب بيهم كاس عالم الانديه، دخلهم في التوب فور، بيعمل ويسوي معاهم وبيحاول معاهم، وعمل من بالمر نجم الدوري الانجليزي، عمل من انزو نجم الدوري الانجليزي، عمل من كاسيدو احسن ارتكاز في العالم، وعمل من دفاعهم المال احسن لعيبه، وكوكوريا طلع منه احسن نسخه. حلو الكلام يا معلم، حلو الكلام. ثم بقى اداره تشيلسي، الاداره اللي هي كل همها الفلوس والبيزنس، تك 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 يتكلموا مش عارفين ايه اللي حصل بقى ما بينهم. الراجل عمل لهم ايه؟ السلام عليكم، اديني مقدم استقالتي والسلام عليكم. هتفضلوا لي انتوا على نفس السياسه بتاعتكم دي، تبقوا لي 20 لعيب من عندي بفلوس، وتروحوا جايبين 20 لعيب جديد صغير شاب مش عارفين بقى هم بوتنشال ولا لا، ولا حلوين ولا هيفلحوا ولا لا، ونبدا من اول وجديد. الكلام ده ما ياكلش معايا. انتوا فريق عايزين تنافسوا، اللعيبه اللي انا عايزها تيجي لي، واللعيبه اللي انا عايزها تفضل قاعده. انا بقى جو نبيع ونجيب ونبيع ونجيب يا عم. هو مش جمعيه برضه خيريه يا عم توتبويلي، مش جمعيه خيريه هي يلا بينا نجيب لعيبه ونحشي وتك هوبا تك. مش جمعيه خيريه هي يابا. اديك خسرت لعيب واحد زي انزو ماريسكا. وفي كلام بيتقال بقى قبل ما انزو ماريسكا اصلا كان يسيب الفريق ان هو مرشح ان هو يكون خليفه جوارديولا بكتيره السنه دي، السنه الجايه، وايه هيروح سايب الفريق وماشي. الراجل برضه ايه هو عمل معاهم كل حاجه، وهو جوارديولا اصلا محدش هيمشيه كده كده، خلينا نكون واقعيين. جوارديولا قعد سنتين بيهبط مانشستر سيتي محدش هيمشيه، هو اللي عمل ارسهم وتاريخهم كله، فمحدش هيمشيه يا معلم كده كده. فانت عندك تخيل ماريسكا بقى، لو جه مع اللعيبه بتاعت مانشستر سيتي دي هيعمل بيهم برده شغل عالي قوي، هيعمل بيهم. وراجل نفس برده مدرسه جوارديولا قريب منها شويه كده، وراجل واقعي وبيلعب مدرب برنس ماريسكا والله، اي فريق يتمناه. تقوم انت برده ايه بايعه لنا ولا ممشيه لما تمشيه والراجل يقدم استقالته؟ فهي اداره تشيلسي محتاجه يتظبط سياستها، هي ما تتغير، بس هم مش هيتغيروا لان هم الملاك. يظبطوا سياستهم كده يا سيدي، اكسب. ما انت برضه مع البطولات هتكسب، مع مبيعات التيشيرتات هتكسب. مش لازم يعني تبقى معاك فلوس كتير فشخ، ما انت معاك فلوس كتير، مش لازم تكون قد كده يعني يا اسطى يا اسطى. يعني حسوا بالناس الغلابه يعني. ونيجي بقى عند الفريق اللي كل ما يتنفس ويقول ها هبدا ابقى بني ادم واحس شويه ينزل، كل ما يقول ها هشم نفسي يا معلم يروح نازل. مانشستر يونايتد يا معلم، مانشستر يونايتد مع موريم الحقيقه كموسم مقارنه بالمواسم اللي فاتت عاملين موسم حلو. حلو الكلام حلو الكلام. الفتره الاخيره مستوى مش احسن حاجه، عارف ان هم عندهم غيابات تمام، واموريم بامانه ما عليهوش عيب. الراجل بصراحه مش لازم تلوموه ولا تتكلموا عنه، الراجل بيلعب لك بيعمل من الفسيخ شربات. برونو فرنانديز اتصاب، بيلعب لك بزيركز جناح، بيلعب لك بدورجو جناح. يعني يا جماعه راعوا بعض والدنيا خلاص. هو مانشستر يونايتد موسمه لازم يبقى متخبط، ولازم جمهور مانشستر يونايتد يكون هادي وبسيط، ويكون ايه صدره واسع، خلقه واسع كده، علشان ايه ما يتخنقوش بسرعه. هي المرحله دي هتحتاج منكم صبر
وان انتوا تصبروا على الراجل وتستحملوا لحد ما الفتره دي تعدي، وانتوا ماشيين كويس لحد دلوقتي، وتقدروا تخلصوا توب فور على فكره، او توب 6 كمان، بس انتوا لازم تخلصوا توب فور علشان تدخلوا بقى في الشامبيونز ليج. فهو اموريم الراجل ماشي واحده واحده، واصبروا عليه شويه. حاولوا هم يجهزوه بقى لبرونو فرنانديز بديل، يجهزوا يجيبوا له صفقات في يناير، الدنيا هتتحسن. انما هي الدنيا في مانشستر يونايتد متخبطه، فانتوا اصبروا وانتوا ماشيين كويس وقولوا الحمد لله. نفضل برضو في مدينه مانشستر زي ما احنا، بس ايه على الناحيه الثانيه، على الناحيه الزرقاء السماويه. مانشستر سيتي اتعادلت لك في ماتش بصراحه يعني، لا ماتش غريب، ماتش غريب ان هم اتعادلوا فيه، وكان مفاجاه وتعادلوا 0-0 كمان. ف حاجه غريبه مانشستر سيتي. بس هي مانشستر سيتي مش بنفس القوه بتاعت السنين اللي فاتت، خلينا نكون واقعيين. مانشستر سيتي مش نفس الفريق اللي هو كان ينزل لك السنين اللي فاتت طخ 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 وغاب من عندهم دلوقتي. عمر مرموش، هو غياب عمر مرموش صح اللي فرق، احنا نسينا حاجه زي كده ازاي؟ الراجل كان بركه، ما كانش بيلعب بس كان بركه الراجل. وفي كلام طبعا بيتقال ان عمر مرموش في توتنهام عايزاه، مش عارف في استون فيلا عايزاه، في روما عايزاه. هو بصراحه عمر مرموش لو ما خدش فرصه مع جوارديولا لازم الراجل يطلع له اعاره. معلش تجربه غلط يا سيدي بالنسبه لك، معلش. صلاح اثرت معاه في تشيلسي والراجل قام لحق نفسه واتباع لفريق تاني ورجع كون نفسه من اول وجديد وفاق لنفسه. معلش عادي، كلنا بناخد خطوات غلط يا مرموش. روح لك شوف لك فريق تاني ديك، روح فريق تاني منتصف جدول مثلا ولا حاجه، استون فيلا، روح روما يا عم، روح توتنهام. فريق تلعب تاني، تقف على رجليك، تستعيد الثقه. ويا عم بعد كده والله رجعت جوارديولا ولا ايا كان المدرب الجديد، لعبك تمام، مفيش مشاكل، مفيش تمام والدنيا ما ظبطتش معاكم، اتبقى يا معلم وروح لفريق تاني عادي، مفيهاش مشاكل. انما التعادل ده كان غريب بامانه يعني. انت بتلعب بسكوادك الاساسي، مش غايب من عندك غير مرموش بس يعني، وسكوادك الاساسي وبتاع وتعادلت، فكان تعادل غريب ومريب. ويا ريت يعني كان ليفربول كسبت عشان تتعامل تتنيل على عينيها، تستفيد من التعادلات دي كلها، بس الغبي هيفضل غبي زي ما هو. ودلوقتي ارسنال بقى زي ما هي في الصداره، والناس برنسات بامانه هيفضلوا زي ما هم كده. 5 ماتشات كمان ولا حاجه لو كسبوا زي ما هم وبنفس الاداء، 99% ارسنال هيكون بطل الدوري. وبس كده، دي كانت حلقتنا الملخص الدوري الانجليزي الماتشات كده على طول. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه. سلام عليكم.